النادي الاهلي يا جدعان بيولع ميركاتو الصفقات المحلي. خلاص يا جدعان، الاهلي خلص على اللعيبه بتاعت افريقيا. النهارده بيجيب محمد سيحه حارس مرمى، فكده فيها ممكن مشيان حد من الاثنين، يا اما مصطفى شوبير يا اما حمزه علاء. تاني حاجه يا جدعان، الاهلي كمان بيخلص لمحمد شكري. عايز اقول لك ان محمد شكري اصلا كان في بند في عقده اول ما راح لنادي سيراميكا. البند ده بيقول ان هو ما يرجعش غير للاهلي او ما يتباعش غير للنادي الاهلي ب 7 مليون جنيه. البند ده تقريبا اتعدل الموسم اللي فات بقى 15 مليون جنيه. الاهلي بيحاول يكثف المفاوضات عشان يجيب شكري النادي الاهلي علشان يحل لك الجبهه الشمال. في نفس الوقت اللي فيه سيف زاهر قال النهارده في حلقته ان الاهلي هيقدم شكر لعلي معلول، وقصته كده هتبقى منتهيه مع النادي الاهلي. انا بالنسبه لي يا جدعان علي معلول طبيعي يا جدعان، كل وقت له اذان، وكده كده لازم علي معلول في يوم من الايام هيمشي. ولكن عايز اقول لك لما يبقى اسطوره في النادي وبيعمل كل حاجه وبيضحي عشان النادي وبالمستويات دي، هو له معانا حكايات بصراحه. فاحنا هنفضل نحب معلول لو بعد 100 سنه، يعني لو فضلنا نعيش لحد ما نموت هنفتكر علي معلول زي محمد ابو تريكه. فانا بالنسبه لي يا جدعان علي معلول هيمشي من الاهلي بس هو هيبقى ساكن في قلوبنا، ده بص امر مفروغ منه. ولكن محمد شكري، عايز اقول لك ان محمد شكري لاعب كويس جدا، خامه حلوه قوي، وكمان معاه كريم الدبيس. يعني انا عاوز اقول لك ان لو في مدرب جه حل المشكله ديت وطور من اداء شكري وطور من اداء كريم الدبيس، هيبقى عندك جبهه شمال ناريه. ويكفي المنافسه بين شكري والدبيس، لو الاثنين بيلعبوا الاثنين هيموتوا بعض وهيتمرنوا في الكوره علشان واحد فيهم ياخد اساسي والتاني يبقى الاحتياطي، وكل ده بيصب في مصلحه النادي الاهلي. فاحنا بالنسبه لنا يا جدعان دلوقتي اتكلمنا على محمد شكري، اتكلمنا على سيحه تقريبا خلصان ب 25 مليون على ما اعتقد. عندك كمان ياسين مرعي لاعب نادي فاركو، ده عنده 24 سنه. الولد ده متميز جدا يا جدعان. لجنه التخطيط اللي عرضته على الاداره وكمان قالت ارقامه من احسن ارقام المدافعين في الدوري المصري الموسم الحالي. عايز اقول لك ان الاهلي خلص ياسين مرعي بنسبه كبيره جدا، وفي واحد كمان هيخلص. وفي كلام ان الجزار بتاع غزل المحله اللي هو شبيه وائل جمعه ده خلصان من شهرين اصلا. فهنشوف مين المدافع الثاني اللي هيجي معاه، مع طبعا وجود مصطفى العش. اتمنى ان هو ما يمشيش، ومصطفى العش بنسبه كبيره مكمل مع النادي الاهلي. اشرف داري راجع الماتش اللي جاي، يعني اشرف داري خلاص بقى جاهز ونزل التدريبات الجماعيه وهيبقى في القائمه بتاعه ماتش سيراميكا اللي جاي على طول، ماتش يوم الثلاث ان شاء الله. فانا بالنسبه لي يا جدعان لما نيجي نحط تشكيله بقى، لما نيجي نحط تشكيله لكاس العالم باللعيبه اللي موجوده حاليا او اللعيبه اللي سمعنا اساميها، هتلاقي تشكيله مرعبه جدا. يعني على المستوى الدفاعي ابتدى يتظبط. يعني انت لما تتكلم مثلا في حارس مرمى زي مصطفى شوبير او سيحه، لما تيجي تتكلم باك يمين محمد هاني، باك شمال شكري، عندك سرد باكين يا اما بقى اشرف داري، ياسين مرعي، اشرف داري، مصطفى العش. نص الملعب طبعا مروان عطيه او ديانج وقدامهم امام عاشور، وبعد كده بن رمضان. وعندك باك يمين جناح يمين زيزو، جناح شمال تريزيجيه او بن شرقي، ومهاجم وسام ابو علي. ديت يا جدعان تشكيله ان شاء الله ناخد بيها كاس عالم. فانا بالنسبه لي انا يا جدعان الاهلي استحاله يكون اداره النادي الاهلي حلت كل المشاكل اللي في الفرقه وجابت كل عوامل النقص اللي كانت في الفرقه ومش وهتاثر في الدفاع. لا، لازم هتقوي الدفاع، لان عشان يبقى داخل فريق متكامل، وكلنا عندنا ثقه في اداره النادي الاهلي. الثلاث نقط اللي هيتخصموا من الاهلي طلعوا فنكوش ومش هيتخصموا، يعني فنكوش ما يتخصموش. الموسم الجديد يا جدعان اتعمل لائحه برئاسه طه عزت. طه عزت عمل لائحه جديده يا جدعان في الموسم الجديد، وغير لائحه الموسم اللي فات اللي اتطبقت على نادي الزمالك. اصبحت اللائحه الجديده لما تيجي تطبق على النادي الاهلي مش هتبقى بنفس اللوائح وبنفس القوانين اللي اتطبقت بيها على نادي الزمالك. ليه؟ طه عزت يا جدعان كلنا عارفين ان هو زملكاوي. لما جه يعدل اللائحه عدلها علشان المستفيد الاول يبقى نادي الزملكاوي، يبقى نادي الزمالك، لاننا كلنا عارفين ان طه عزت زملكاوي. لما عدل اللائحه قال اللائحه بتاع الموسم اللي فات كانت بتقول ان اي فريق منسحب بيتخصم منه 3 نقط بتاع الماتش و3 نقط في نهايه الموسم، وده اللي حصل مع نادي الزمالك. وطبعا لما لقى طه عزت نادي الزمالك الفتره الاخيره بينسحب كتير جدا، في اخر 5 سنين منسحب 4 مرات ولا حاجه، فقال لك هنعدل اللائحه. الموسم ده تحديدا عدل اللائحه وكل الانديه وقعت عليها بالفعل، يعني كله اوريدي موافق. وقالت ايه بقى؟ الانسحاب في حاله واحده بس اللي يتخصم 6 نقط، اللي هو 3 نقط بتوع الماتش و3 نقط في نهايه الموسم. لو الفريق حضر واحتج وانسحب وهو في ارضيه الملعب، دلوقتي هيتخصم منه 3 نقط في بتوع المباراه و3 نقط في نهايه الموسم. ولكن هل ده هيتطبق على الاهلي؟ بالفعل لا.
لان رابطه الانديه نفسها منزله بيان كامل وكاتبه فيه ان النادي الاهلي ما انسحبش، وما كانش عنده قصده ان هو يتسحب، وما كانش قصده ان هو يعمل مش عارف اثاره والشغل ده كله. فرابطه الانديه نفسها اعترفت ان الاهلي ما كانش منسحب. فكده يا جدعان اللائحه اللي هتطبق على النادي الاهلي ان هو يتخصم منه 3 نقط بس بتوع المباراه، مش هيتخصم منه ال3 نقط اللي في نهايه الموسم. وده البيان اللي نزلته رابطه الانديه، وقالت بناء عليه احنا خصمنا ال3 نقط من الاهلي بتوع المباراه. فاللائحه بتقول ان حاله انسحاب النادي الاهلي لو مش متعمد الانسحاب، يبقى الحاله اللي وقعت على الاهلي ببيان من رابطه الانديه ان الاهلي ما كانش قصده ينسحب، الحاله ديت الاهلي يطبق عليه اللائحه اللي كله مضى ووقع عليها، اللي حطها طارق طه عزت الزملكاوي، وهي ان الاهلي يتخصم منه 3 نقط فقط بتوع المباراه، وعدم خصم 3 نقط في نهايه الموسم. ديت يا جدعان الحاله بتاعه اللائحه المطبقه هذا الموسم. ده القانون بتاع الموسم ده، انا ما جبتش حاجه من عندي، ده طه عزت اللي قال كده. شوف يا جدعان سبحان الله، طه عزت الزملكاوي حاول يغير اللائحه عشان يخدم الزمالك، جاب في صالح الاهلي ويخلق ما لا تعلمون. فاحنا يا جدعان الحمد لله ان احنا عندنا سلكان، ان احنا عندنا، عايز اقول لك كده ان احنا عندنا حاجه كده من تريثي ولا تتصنعي. ليه بقى؟ احنا لا متصنعين ولا متسرعين، وسايبين كل حاجه بتيجي في وقتها. عشان كده ربنا بيكرمنا، بنجتهد، بنشتغل على نفسنا. دي اهم حاجه. انت بتبص لعيوبك وبتحاول تطورها. في فرق بين واحد بيبص لعيوبه وبيحاول يطورها، ده هيبقى ناجح. واحد تاني قاعد في مكانه عايز يفشل، اللي بيبص لعيوبه وبيطورها وهو ما بيطورش من نفسه، فطبيعي هيفضل فاشل وهيفضل محلك سر. مش قصدي على نادي بعينه، انا بتكلم بصفه عامه. تعال بقى نتكلم على بيراميدز الموسم ده. بيراميدز يا جدعان اولا فقد التركيز في الماتشين اللي فاتوا، فقد التركيز عشان بيفكر في دوري ابطال افريقيا، فقد التركيز علشان هو تعال على كوره. نادي بيراميدز يا جدعان الاعلام المصري فخم عليه قوي لدرجه ان هو قال ان هو فريق استثنائي و اللعيبه بقت تتعالى على كوره في الملعب. وعايز اقول لك ان بيراميدز عنده كوارث دفاعيه، كوارث. اللي خسر بيراميدز الماتشين اللي فاتوا الكوارث الدفاعيه اللي عنده الدفاع يا جدعان شوارع. وده اللي خلى فاركو والبنك الاهلي يستفيدوا من نقط الضعف. طبعا شابوه للكابتن طارق مصطفى في الماتش الاخير، لعب على كل غلطه دفاعيه نادي بيراميدز بيعملها، وبالتالي النتيجه طلعت 4-2. فانا بالنسبه لي يا جدعان بيراميدز هيعاني ال3 ماتشات اللي جايين، هيعاني جدا. يعني ما تفكرش ان هو خلاص خسر الماتشين دول فمش هيتعثر الماتشات اللي جايه، لا هيتعثر الماتشات اللي جايه لان عنده اصابات. وفي نفس الوقت اللعيبه اللي على المستوى الدفاعي مش بنفس القيمه او مش بنفس الجوده اللي كانوا بيلعبوا بيها في اول الموسم. فبيراميدز هيعاني. وخلي بالك بيراميدز ما كانش بيعاني في الدوري بس، بيراميدز عانى قدام الجيش الملكي لما دخل فيه جونين، وعانى قدام اورلاندو بايرتس لما دخل فيه في ارضه تقريبا جونين او 3 على ما اعتقد. النتيجه مش عارف طلعت 4-3 او 3-2، يعني دخل فيه اكتر من جونين. فبيراميدز على المستوى الدفاعي مش احسن حاجه. وخلي بالك صن داونز كله سرعات، بيعرف يلعب بين الخطوط كويس. صن داونز بيعرف يستغل الاخطاء. فبالنسبه لي لو بيراميدز كمل بالطريقه دي هيخسر دوري ابطال افريقيا قدام صن داونز، هيخسر الدوري المصري قدام النادي الاهلي المصري. الكاس بقى طبعا الزمالك وبيراميدز بيحبوا بعض، فاي حد يكسب فيهم ما عندناش مشكله. يعني انت فاهمني، كده كده احنا ما كناش في البطوله، ولو كنا مشاركين في البطوله ما كناش هنشوف منهم طرف في النهائي لاننا كنا هنبقى طرف. ف طبعا الاهلي ما دخلش علشان نادي الخطيب انسحب، لان لما الخطيب انسحب من الكاس الموسم اللي فات اتطبقت عليه اللائحه ان هو مش هيشارك الكاس اللي بعده. رابطه الانديه خلي بالك والاتحاد المصري حاولوا باي طريقه يفصلوا قانون عشان الاهلي يشارك في كاس مصر الجديد. الخطيب طلع نزل بيان تاريخي وقال لهم حتى لو انتوا دخلتونا انا مش داخل، انا منسحب، وطبقوا عليا اللائحه. ويقول لك احنا نادي الدوله. ما علينا. تعال بقى نتكلم على نادي الزمالك. نادي الزمالك بيخلص في لاعب اسمه كريم برقاوي، بيحاول يخلص معاه، وتقريبا اللاعب بنسبه كبيره مضى. هو ده اللاعب الوحيد اللي تقريبا الزمالك اتكلم عليه. وفي كلام ان هو هيستغنى عن دونجا في نهايه الموسم. انا قلت يا جدعان مشكله الزمالك مالهاش علاقه بالمدرب، مشكله الزمالك في الجوده. وخلي بالك الزمالك هيقع برضو الماتشات اللي جايه. فانا بالنسبه لي يا جدعان ان شاء الله باذن الله الدوري اقرب للاهلي. وعايز اقول لك ان لجنه التظلمات لو اللائحه بتاعه طه عزت هي ديت اللائحه بتاع الموسم ده، يبقى لجنه التظلمات اتزنقت، لان مش هينفع الا قرارين اتنين يطلعوا ما لهمش تالت. ان الاهلي عدم خصم 3 نقط في نهايه الموسم. تاني حاجه اعاده مباراه القمه بين الاهلي والزمالك. انما حته ان الاهلي يتخصم عليه ال6 نقط دي مستحيله طبقا للوائح الجديده. تعالوا بقى نروح لقصه زيزو
واثاره الجدل لزيزو. هنخلص قصه زيزو وبعد كده نروح لجوزيه جوميز اللي هو خلاص بنسبه 90% وقع، لان ابراهيم فايق حطه على الشاحن خلاص، حطه على الشاحن ان شاء الله ما يتسربش. فقصه زيزو يا جدعان النهارده التحقيق، زيزو راح التحقيق في نادي الزمالك، وعايز اقول لك ان هو زيزو وصل بيه الحال ان هو هيصيف في امريكا، فلوس 100 مليون جنيه ومش عارف ايه والكلام ده. طلع عمرو الدرديري نزل له بوست بيقول له انت راح تصيف في امريكا ليه؟ ما تصيف في جمصه. جمصة ايه يا كابتن عمرو؟ انا عايز اقول لك ان زيزو اصلا بال 100 مليون جنيه اللي كان طالبها منكم يشتري جمصه باللي بيروحوا يصيفوا فيها. جمصة مين؟ ما علينا. في التحقيق يا جدعان زيزو ابرز الاسئله اللي اتسالها، بيقول له انت كنت رايح سفاره امريكا ليه؟ قال لهم عشان عايز اصيف. يعني الراجل بصراحه حرام، لازم يروح يصيف، وهيصيف في امريكا، الراجل معاه فلوس. فلوس كتمنص، انت فاكتش كادري في القالولو كمننا، حب ليلى وحب لولو كمننا، ولا يا بتاع الفل معاه فلوس يا جدعان. فيصيف في امريكا، يصيف في هولندا، يصيف في ايطاليا، ان شاء الله يصيف في كوالالمبور، احنا مالنا. هو الراجل كان رده منطقي، راح فين؟ راح الصيف، احنا في الصيف، انت فاهمني. لما اتسال سؤال تاني وقالوا له توقعت الاهلي ولا لا؟ قال لهم لا طبعا. اثبت ما يمكن اثباته. لو انت مسكت عليها ورقه ان انا وقعت للنادي الاهلي خلاص انت حر. فطبعا قال لهم انا ما وقعتش للنادي الاهلي. اتسال سؤال كمان، لما قالوا له انت ليه ما حضرتش جلستين التحقيق اللي فاتوا في نادي الزمالك؟ قال لهم انا طلبت ان الاتحاد المصري الجلسه تتعمل في الاتحاد، هم لما رفضوا فانا خلاص جيت هنا نادي الزمالك، النادي بتاعي، انت فاهمني. فعايز اقول بقى للزملكاويه اللي هم تعبانين نفسيا بسبب زيزو، عايز اقول لك ان زيزو اول ما دخل النادي قعد يعيط، انهار بالبكاء، عيط جامد، وقعد يقول لهم ذكرياتي، انا هوقع للزمالك على بياض، ده انا هنا كنت باكل، هنا كنت بشرب، هنا كنت مش عارف ايه. تعبانين يا جدعان تعبانين. فزيزو رسميا في الاهلي، واحنا عارفين ان هو في الاهلي ويلعب معانا كاس عالم، والتحقيق هيخلص والدنيا هتبقى حلوه. سيبك بقى من قصه زيزو، تعالوا نخش على جوزيه جوميز مدرب الاهلي الجديد. شايف على الميديا كتير قوي تقريبا 90% من الاهلاويه عمالين ينتقدوا جوزيه جوميز، وبيقول لك ده مع نادي الفتح واقع، ومع نادي مش عارف ايه واقع ووحش. طيب يا جدعان نادي الفتح اصلا سكواده تعبان فمش قادر ينافس، فجوزيه جوميز مش هيعمل فوق المستحيل. انا بالنسبه لي واحد من المعترضين على ان جوزيه جوميز يجي الاهلي في المرحله دي تحديدا، لان في المرحله دي تحديدا يا عماد النحاس هيبقى احسن من جوزيه جوميز. يعني لازم واحد فكره عالي عشان فانا بالنسبه لي هيبقى احسن. ولكن انا كاهلاوي اتعودت ان انا عمري ما انتقد قبل ما اشوف بعيني. يعني انا هنتقد جوزيه جوميز لمجرد ان الاهلي تعاقد معاه، ما يجي واشوف مستواه مع اللعيبه، واشوف هيعمل ايه مع اللعيبه، واشوف رد الفعل والناتج الايجابي بتاعه او سلبي، وبعد كده انتقد. انت فاهمني. ايوه انا عارف ان انت في مرحله صعبه وما فيهاش اي يعني اي نتيجه للخساره، ما فيهاش اي اللي هو ما فيش، مش عايز اخسر، ما ينفع، انا داخل كاس عالم انديه يا قاتل يا مقتول، انت فاهمني. ولكن في الاول وفي الاخر برضه احنا كلنا كمصريين مشجعين اهلاويه طلبنا ان الاهلي يجيب مدرب اجنبي. حلو كده، الاهلي جاب مدرب اجنبي، فاحنا ما ينفعش نحكم عليه لما نشوفه بعينينا. مش هينفع نطلع يعني اقول لك على حاجه، اصل كلهم بيتابعوا ميديا. الراجل لما بيشوف رد فعل الاهلاويه كده ان هم مش عايزينه، على ممكن تلعب على نفسيته، اللي هو حته يبقى محطم نفسيا، نفسيا تعبان. وفي بقى نوعيه تانية اللي هو بتشوف الكلام ده لا انا هشتغل وهثبت لهم عكس كلامهم. انا اتمنى جوزيه جوميز يكون من النوعيه دي، لو الاهلي بالفعل وقع معاه وشايف ان جوزيه جوميز لو مع السكواد ده ولعب بالمنطق هينجح. اي حد هيدرب الاهلي ويلعب بالمنطق هينجح. ما بحبش الفلسفه، ده باك شمال لعبه باك شمال، ده باك يمين لعبه باك يمين، ده مهاجم لعبه مهاجم، ده مش عارف ايه لعبه. والاهلي بيلعب كره هجوميه بس، حط كل واحد في مكانه ويلعب كره هجوميه، واعمل اتزان بين الهجوم والدفاع وخط وسطك، اظبطه صح، الاهلي هيبقى اهلي. ولكن حته بقى الفلسفه واحب واكره واقعد ده واقوم ده ومش عارف ايه، ما فيش الكلام ده، كده كده مش هتنجح. فانا بالنسبه لي جوزيه جوميز اتمنى ان ردود الافعال تقل عليه شويه لحد ما نشوف الراجل هيعمل ايه. فانا يا جدعان بالنسبه لي الحلقه النهارده كانت خفيفه، كان معكم ديشا المجال، حبيبكم واخوكم طبعا، انتوا كلكم على دماغي سواء اهلاويه او زملكاويه. وبعدين يا جدعان في نقطه كده عايز اوضحها، اي اهلاوي بيحفل على الزملكاويه واي زملكاوي بيحفل على الاهلاويه، لا ده هيبقى مقبول من هنا ولا ده هيبقى مقبول من هنا. ولكن احنا شخصيات كلنا بنحب بعض، الموضوع كله جاي في نطاق الكوره، بنحفل على بعض بادب باحترام مش عارف ايه. ولكن في الاول وفي الاخر لما اقابلك انت حبيبي واخويا، وانت لما تقابلني انت برضو حبيبي واخويا. ففي الاول وفي الاخر يا جدعان انا بالنسبه لي طول عمري بقول اتفه بني ادم اللي يخسر صاحبه علشان كوره. انا ببقى قاعد مع مقدمين محتوى زملكاويه كتير جدا وبننتقد وبنختلف و خلصت الكوره بالحضن، انت حبيبي واخويا، وبناكل مع بعض وبنشرب مع بعض وعمرنا ما بنخسر بعض. فانا اتمنى ان ديت الروح اللي تكون عند الناس كلها. بلاش تعصب يا جدعان، انتوا فاهمين التعصب غلط. التعصب ان انا اتعصب لفرقتي، مش هتعصب على المنافس. افهموا الجمله. وفي فرق بين الروح الرياضيه
وروح المنافسه، انت فاهمني؟ روح المنافسه ان انا في الكوره ما اعرفش اخويا، انا هكسب، عايز اكسبها، هحفل عليك، مش هتمنى لك المكسب، هتمنى ان انت تقع، هتمنى ان الزمالك يبقى فريق تعبان مش عايزه يقوم، مش عايز مش عارف ايه. ولكن الروح الرياضيه ان انا لما اقابلك انت حبيبي واخويا، نسلم على بعض، نقعد مع بعض. هي دي يا جدعان الكوره. فرق بين التعصب لفرقتك والتعصب على المنافس، فرق بين الروح الرياضيه وروح المنافسه. خلينا كلنا اخوات وحبايب في نطاق كره القدم، بعيد طبعا عن الفلسفه بتاع الشباب الصغيرين اللي هم ما يعرفوش غير لغه الشتايم بس. احنا خلينا يا جدعان نكبر، اكبروا يا جدعان. الكره طبعا في الاول وفي الاخر ما هي الا تسليه، واحنا بنحبها. وكان معكم ديشا المجال. اتمنى ان يكون الحلقه النهارده كانت حلوه، واتمنى ان انا ما اكونش بزعج حد. اتمنى ان انتم تكونوا نلت شرف اعجابكم يعني. واتمنى ان كله يا جدعان يعمل فولو على الصفحه، ويعمل اعجاب لايك، اعاده نشر. سلام عليكم.